ترامب عايز يسلم أوكرانيا لروسيا، وحلفاء أمريكا في ذهول ومش مصدقين اللي بتسمعه ودانهم. الرئيس الأمريكي صرح لأول مرة إن الأوكرانيين هم اللي دمروا بلدهم وهم اللي دخلوا حرب هم مش قدها، وحان الوقت إنهم يدفعوا الثمن، وعايز منهم فوق كل ده 350 مليار دولار. يا ترى إيه تفاصيل المحادثات اللي حصلت في السعودية بين أمريكا وروسيا؟ وليه استبعدوا منها زيلينسكي؟ واشمعنى أصلا اختاروا السعودية؟ وإيه مصير العلاقات الأوروبية الأمريكية بعد قرارات ترامب الأخيرة؟ وهل هنشوف قطيعة بين أوروبا وأمريكا بعد سنين من التحالف؟ كل الكلام ده هندردش فيه سوا النهاردة. أنا محمود طولان، وتعالى نشوف الرابط. ترامب بيصعق أوروبا كلها وأوكرانيا بشكل خاص، وبيقرر إن الوقت جه لإنهاء الحرب في أوكرانيا حتى لو على حساب حلفائه. ترامب اللي عاد وكرر في أكتر من مرة إن الحرب دي كانت لا يمكن تحصل لو هو رئيس لأمريكا، ودلوقتي بيحاول ينهي الحرب بأكبر خسائر ممكنة لحلفاء أمريكا. والبداية كانت مع اجتماع الرياض اللي أوكرانيا نفسها ما حضرتوش وما جالهاش دعوة من أصله. ولما اتسأل ترامب ليه ما دعتوش أوكرانيا، قال بقالهم 3 سنين بيحاربوا وهم اللي بدأوا الحرب دي ومش عارفين ينهوها، سيبونا نشوف شغلنا. طبعا روسيا هي اللي بدأت الحرب على أوكرانيا، لكن ترامب شايف ان الأوكرانيين هم اللي استفزوا الروس وخلوهم يبدأوا الحرب على أوكرانيا، وبيحاول يحل الأزمة بناء على كده. وحل الأزمة دي هيبدأ في الرياض. اجتماع الرياض حاليا بيعتبر أرفع اجتماع دبلوماسي بين البلدين من بداية الأزمة، وده يعتبر الحقيقي انتصار دبلوماسي كبير بالنسبة للسعودية، وخصوصا بعد الأزمات الكتيرة اللي مر بيها الفترة اللي فاتت مع إدارة بايدن، وقبلها كمان كان في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكن بدأت السعودية ترجع تاني على الساحة العالمية، وده بحسب صحيفة التلجراف البريطانية. وده طبعا مش ببلاش، ترامب سبق وطلب من السعودية بصفتها رئيسة الأوبك إنها تزود الإنتاج عشان تقلل سعر النفط، وبكده تقدر توقف الحرب الحالية في أوكرانيا. ده غير طبعا الصفقات الإبراهيمية وصفقات إعادة غزة. بس المهم هنا حاليا ان السعوديه بدات ترجع تاني بقوه على الساحه العالميه، وممكن قريب كمان نشوف اول اجتماع بين الرئيسين بوتين وترامب في الرياض زي ما هو متوقع. لو المفاوضات الحاليه دي في الرياض مشيت بشكل كويس وقدر الطرفين يوصلوا لاتفاق. وهنا يجي سؤال مهم، ايه اللي جرى في اجتماع الرياض؟ التسريبات بتقول ان الطرفين اتفقوا على خطة سلام تتضمن وقف اطلاق النار واجراء انتخابات في اوكرانيا للتخلص من زيلينسكي، وده كشرط اساسي للتسوية. طبعا دي حاجة يتمناها بوتين من زمان، هيتخلص من زيلينسكي اللي رفض تقديم اي تنازلات وقرر يحارب حتى النهاية. وكمان لسه زيلينسكي لحد النهارده بيطالب بالدعم العسكري الامريكي الاوروبي، وعشان كده بداية الحل بالنسبة للطرفين هو التخلص منه. اما بقى بالنسبة لترامب فهو عايز اكتر من كده بكتير. ترامب بيقول إن أمريكا صرفت على أوكرانيا 300 مليار دولار، وأمريكا عايزة تاخد الفلوس دي من موارد أوكرانيا الطبيعية. أوكرانيا حرفياً بتطفو على كنوز، وبتمتلك موارد طبيعية بقيمة 15 تريليون دولار، ولو أمريكا قدرت تستولى عليهم هتكسر هيمنة الصين في تصدير الموارد الطبيعية. والمعادن النادرة دي اللي موجودة في أوكرانيا زي الجرافيت والليثيوم واليورانيوم، أوكرانيا عندها أكتر من 100 معدن من الأنواع دي. لكن زيلينسكي رفض خطة ترامب بشكل علني، سواء في إيقاف الحرب أو حتى في الاستيلاء على الموارد الطبيعية الأوكرانية، وده خلى ترامب يفتح عليه النار الفترة الأخيرة، ووصفه بأنه رئيس غير كفء، وانه ضيع الفلوس اللي بعتتها الولايات المتحده ليه، وانه السبب في الحرب الحاليه. طبعا كلام ترامب عمل صدمه للاتحاد الاوروبي، وخرج ايان بوند وهو دبلوماسي بريطاني سابق، خرج في تصريح لصحيفه التلجراف وقال ترامب بيتصرف وكانه ليه الحق في امتلاك معادن اوكرانيا وكانها حق ليه. وقال ان صحيح امريكا قدمت مساعدات عسكريه لكييف اكتر من غيرها، لكن الاتحاد الأوروبي برضو قدم مساعدات إنسانية كبيرة جدا لأوكرانيا. وترامب بيتعامل مع المساعدات اللي قدمها الاتحاد الأوروبي الاقتصادية دي وكأنها مش موجودة في الأساس، وبيتصرف بعقلية المجرم المحتال اللي عايز يسرق ثروات بلد تانية. الخناقة دي اللي دبت بين الولايات المتحدة وأوروبا ادت جرعة أدرينالين كبيرة جدا لبوتين اللي لسه بيسعى للسيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية. شبكة MBC نشرت تقرير مهم جدا استندت فيه على معلومات استخباراتية بتقول إن بوتين حاليا مش مدي أي اهتمام لمحادثات السلام، وإنه بيشعر بقوة غريبة بعد الخلافات اللي بين أمريكا وأوروبا، وده لأنه شايف إن الوضع الحالي بيخدم أهدافه التوسعية، وحاليا هو مستني سقوط أوروبا عشان يسيطر على أوكرانيا بالكامل. وبتقول كمان التقارير الاستخباراتية اللي اطلعت عليها CNBC
إن بوتين ممكن يوافق على اتفاق سلام عادي بس عشان يعيد بناء جيشه المنهك مش أكتر. وعشان كده هتلاقي مجلة فورين بوليسي بتقول إن مشروع ترامب الحالي هو صدى لاتفاق يالطا اللي تم سنة 1945 واللي فيه تم الاتفاق بين الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت والزعيم السوفيتي ستالين. الاتفاق ده بيقول إن أوروبا الشرقية تكون تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي. وهنا خلينا نسأل سؤال مهم جدا، هل أوروبا تقدر تدافع عن نفسها من غير الولايات المتحدة؟ صحيفة التلجراف البريطانية بتجاوب على السؤال ده وبتقول إن القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية بقالها 75 سنة بتحمي الدول الأوروبية، وده خلى أوروبا تهمل أمنها لأنها واثقة إن محدش هيجرؤ يحتك بيها في ظل الحماية الأمريكية. هتقول لي أيوة، يعني الجيوش الأوروبية أهملت في نفسها لأي درجة مثلا؟ هقول لك تعالى نشوف سوا اللي قالته صحيفة فاينانشال تايمز واللي نقلت كلام عن جون هيلي وزير الدفاع البريطاني، واللي قال إن جيشه اللي بيعتبر تقليديا تاني أهم جيش بعد أمريكا في الناتو بقى مفرغ وضعيف، وبالنسبة لفرنسا فمخزوناتها العسكرية ضئيلة جدا في الوقت الحالي. ولو جينا نبص لألمانيا اللي هي أصلا أكبر دولة منفقة في القارة هنلاقي إنها مأخرة تحديث جيشها بسبب عجز في التمويل، وده بسبب القيود الدستورية المفروضة على الإنفاق. ده غير طبعا إن في مجالات أوروبا متأخرة فيها كتير جدا عن أمريكا زي الاستخبارات وجمع البيانات والذكاء الاصطناعي. كل دي حاجات أوروبا مش هتقدر تعوضها بسهولة. وطبعا ده غير إن الدول الأوروبية أصلا في بينهم وبين بعض مشاكل كبيرة زي مشكلة الإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو، والموضوع عامل قلق كبير للإدارة الأمريكية الحالية، وده لأن ترامب شايف إنهم مش بيصرفوا كفاية على جيوشهم وطلب منهم يرفعوا الإنفاق ل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدل 2%، وده لأن ترامب شايف إن اللي بتنفقه روسيا عسكريا في 3 شهور الاتحاد الأوروبي بيصرفه في سنة كاملة. خليني أقول لك إن موضوع الإنفاق الدفاعي ده صعب جدا على دول أوروبا وخصوصا في الوقت الحالي، لأن أصلا ال 2% دول مش كل الدول قادرة تطبقهم، هم 23 دولة بس من أصل 32 دولة هم اللي بيطبق النسبة دي في الإنفاق. وعشان كده اقترحت إيطاليا وبولندا واليونان إن الدول كلها تصدر سندات مشتركة لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ألمانيا وهولندا رفضوا الاقتراح ده بشكل كامل بحسب كلام فاينانشال تايمز. ومش بس مشكلة الإنفاق الدفاعي هي الخلاف الوحيد اللي بينهم، عندك مثلا ترامب طلب من دول الاتحاد الاوروبي انهم ينشروا قوات في اوكرانيا بمجرد ما يتفق مع بوتين على وقف الحرب، وبحسب اللي نشرته صحيفه الجارديان فالقوات دي المفروض يتراوح عددها من 100 ل 150 الف مقاتل، وده امر وافقت عليه بريطانيا عادي، ولكن في نفس الوقت هنلاقي ان المانيا وايطاليا وحتى بولندا واسبانيا شبه رفضوا ارسال قوات لحفظ السلام في اوكرانيا. حتى بريطانيا اللي وافقت خرج رئيس وزرائها كير ستارمر وقال ان حتى لو بعتنا قوات لازم ضمانات امريكيه لردع بوتين، اصلا انا لو بعت قوات وبوتين فعلا رمم جيشه وهاجم تاني انا كده دخلت في حرب مباشره معاه، وده شيء اوروبا كلها مش عاوزاه. فهل فعلا محادثات السلام اللي بتتم دلوقتي ممكن تنقلنا لحرب تانية تحرق اوروبا بالكامل، ولا ترامب هيقدر يوفي وعده وفعلا يوقف الحرب دي للابد؟ قول لنا رايك في التعليقات وما تنساش اللايك وكالعاده شير الرابط.